في العلاقات دايما بعض الناس بتختار الجمال رقم واحد عندها، وده اللي للأسف بيبوظ العلاقات. تلاقي البنت بتختار الولد عشان عضلاته، علشان بيروح الجيم، عشان عنده فلوس، عشان عنده عربية، عشان عنده شركة، وتنسى أهم حاجة وهي الأخلاق. أو الولد يروح يتجوز البنت علشان ما شاء الله جميلة وبتحط ميك اب وجسمها حلو وشكلها حلو، وينسى الأصول. شايف الوردة دي؟ شكلها حلو صح؟ جميل وفيها تفاصيل حلوة قوي قوي قوي. طب شايف الوردة دي؟ ايه ده؟ شكلها وحش قوي 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 وكأنها ميتة. شايف الفرق ما بين دي وما بين دي؟ اهو ده الجمال اللي احنا بنختار عليه العلاقات. انت ما شفتش الوردة دي من جوه عاملة ازاي؟ على فكرة ممكن لما تيجي تلمسها تشوكك، وممكن دي لما تيجي تلمسها تلاقيها جميلة وتعرف تمسكها. دي شكلها حلو لكن طعمها مر، اما دي طعمها جميل جدا جدا جدا. ادي بقى الناس اللي بتختار عشان الشكل بتبص تلاقيهم وصلوا في الاخر لطلاق، لان الحياة بتبقى شوك ومرة وملهاش طعم. والناس اللي بتختار عشان الجوهر وعشان الاخلاق الكويسة هم دول اللي بيكملوا وبيعيشوا مع بعض حياة سعيدة. وطبعا هنا مش بقول ان انت تختار واحدة عشان ما حدش طبعا دماغه تروح بعيد يختار واحده عشان اصلها شكلها وحش وبتاع. لا لا لا، مش دايما الجميل شكله وحش، لا ممكن تلاقي الاثنين ما شاء الله يعني، ولكن ما تخليش اختيارك الاساسي عشان الشكل. الشكل عمره ما كان بيبني علاقات. يعني سيدنا محمد كان بيقول ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه. ما جابش سيره الجمال بتاع العضلات او الفلوس او الكلام ده، الخلق والدين، لان الاثنين دول اللي بيعيشوا. لكن الجمال مع الوقت اللي بيحصل له، الجمال بيروح. واقول لك على حاجه، لو انت جريت ورا الجمال هتلاقي الاجمل. بص الورده دي، شايف عامله ازاي؟ اجمل من اللي كانت هنا. دي اجمل منها بكتير. ليه؟ فيها تفاصيل اكتر، فيها الوان اكتر. فاللي بيجري ورا الجمال هيعتاد زوجته وهيبص لغيرها، واللي بتجري كمان ورا شخص عشان هو جميل ومعاه فلوس هتبص لغيره عشان معاه فلوس اكتر وعنده جمال اكتر وعنده عربيات اكتر. فلذلك اوعى تختار الجمال. الجمال عمره ما كان بيبني علاقات والله، ولا هيبنيها. لو انت بنيت حياتك كلها على الجمال والجسم والتفاصيل المادية، صدقني هتروح، والجوازة ديت عمرها ما هتكمل على بعض سنة وهتخلص في اقل من سنة. ففوق لعقلك واختار الجوهر، اختار البني ادم علشان روحه، علشان اخلاقه، مش علشان شكله. الشكل مع الوقت بيروح. وعلى فكرة دي رغم جمالها هتدبل، والله هتدبل وهتتساقط وهتقع مع الوقت وهتبقى ولا حاجة وهترجع تاني لأصلها. لو الأصل كويس انت هتعيش حياة كويسة. فخلي بالك وانت بتختار في العلاقات، اختار الجوهر مش المظهر.